السلام عليكم امهات. اليوم موضوع على الحفاضات، راكم سقسيتوني عليه بزاف. الولد تاعك ولا البنت تاعك وقتاش لازم تقلعي لها الحفاضه، وشا هو الوقت المناسب؟ غادي نهضروا على جميع العوامل اللي تخلي ولدك مازال ما قلعش الحفاضه. شا هما الحلول، الطرق المناسبه. ان شاء الله غادي نحكوا كل شيء على الموضوع بالتفصيل. شاو الا تكملوا معايا الفيديو حتى الاخير غادي تدوا نصائح مهمه مهمه مهمه. وغادي مور هذا الفيديو باذن الله ولدك ولا بنتك غادي يقلع الحفاضه وغادي تتهناي منها. وان شاء الله غادي نطرقوا اهم عناصر بالتفصيل. قعدوا معايا، ما تنساونيش بالجيم والاشتراك، وان شاء الله مواضيع في القمه. اول حاجه الوقت المناسب. العمر لازم تعرفي بلي السن مجرد مؤشر، هنا ماهيش قاعده. كاين ناس تقول لك بلي انا في عمر العام قلعت لها الحفاضه، كاين اللي تقول لك في العامين، كاين اللي تقول لك في 3 سنين. هنا ما راهيش قاعده الا قد تطبقيها على اي طفل. هنا كاين اطفال يتحكموا في المتانه تاعهم في 18 شهر، وكاين اللي حتى 3 سنين ومازال ما همش جاهزين. المهم انتي شتشوفي الولد ولا البنت تاعك، شوفي النضج العصبي والجسدي تاعه. هنا الطفل لازم يكون قادر يتحكم في المثانه والامعاء، وهذا ما يجيش بالعمر فقط، يجي بالتطور الداخلي. هنا دوك نقول لك شهما الاشارات على الاستعداد نيشان شهما. هنا كي تشوفي الحفاضه تاع الابن تاعك لمده ساعتين او اكثر، تشوفيها ناشفه جفاف، هنا تقدري تقولي بلي راه عنده المتانه تقدر تحبس البول. ولا يكون عنده الوعي الجسدي. هنا الطفل كي يبدا يتلمس في الحفاضه وتكون مبلله ويقول لك بلي بيبي بيبي، ولا يبدا ينطق بكلمه هكا، ولا تشوفيها مديرونجياته، ولا هنايا تقدري تقولي بلي راه عنده الوعي الجسدي هنا. وكاين الفهم البسيط، يقدر يفهم شهوة البو، شهوة تقدري تفهميه، تقولي له جمع هنايا ولا من، تشوفيه ينتبه الكلمات هذوما. كي تقولي له جمع يجمع، تما راه يفهم في الهضره تاعك، مالغري ماش يهدر بصح يفهم. هنايا تقدري تبدي تفهميه شهوة البو، شهوة منا، تبدي تفهميه بالكلمات قبل ما تبدي تقلعي الحفاضه. هنايا توعي الطفل، وهنايا كيما نقولوا بريباراسيون تاع الطفل. هنا القدره على التعبير، هو يقدر يفهمك على عنده القدره على التعبير. يولو كان يقولها لك غير يقول لك ماما كاكا، ولا يقول لك بيبي، ولا هادوما راكي تشوفي بلي الطفل تاعك راه واعي. هنا راه عنده هادوك الاستعداد. الحاجه الاولى التوقيت اللي ما يلازمش تقلعي الحفاضه لابنك. ما هو التوقيت هذا؟ تجنبي تقلعي له الحفاضه وانتي عاده راكي مزيده، ولا عندك بيبي جديد وراكي تربي فيه. الحاجه الاولى غادي يغير من خوه ولا اخته، غادي كي يشوفها يدير الحفاضه محاله يقلعها لك، غادي يقعد يتاثر بخوه ولا اخته. الحاجه الثانيه غادي كي تبداي العمل، كنتي كونجي وبغيتي تبدي العمل تاعك وبرا في خارج المنزل، هنا ما غاديش تلتهي لولدك، تما غادي تقلعي له في وقت معين، تما راكي تبذلي جهد باطل. عندك في وسط الترحيله كي في رحله او انتقال من دار لدار، هنا غادي تبدي وتعيي، ما تبديش خلاص. هذوما العوامل ما يخلوكش الطفل يحتاج استقرار نفسي وبدني باش يركز على هذه المهمه الجديده. شوفي الوقت اللي يناسبك انتي. اما بالنسبه الحاجه الاولى، قبل ما تنزعي الحفاضه لازم تحضري الطفل تاعك كيما لو راه جاهز يدخل المدرسه. شوفي هنا تبدي له فكره في المخ، تبدي له فكره في المخ. هنا لازم يعرف بلي حاجه كاينه اسمها بو ولا كرسي ولا اي حاجه، كيفاش انتي تعطيها اسم. هذه اللي يقل هذه البديه اللي يعرف. قادره توري له فيديوهات في التليفون تاع اطفال صغار يستعملوا البو، ولا كاين بزاف في اليوتيوب. شوفي وري له ديجا الطريقه، غادي يدي فكره كيفاش البيبي يقعد. يقول عندك بيبي راه يقعد في بو، علميها له وريها له خطره زوج، غادي يحفظها في الذهن تاعه، غادي يفهم بلي كاين بو. قولي له قصص صغيره قبل النوم فيها زعما بطل يتعلم يدخل البو، دائما دخليها له في قصص فرحه، سورتو اذا كان يفهم. هنا دخليها له في قصه.
ويليق الطفل بعدي له الخوف، بعدي له كاين اللي يخافوا من البو لانه جديد غريب فيه الصوت اذا ما فيهش، ولا حتى الملامس تاوعه حاجه جديده عليه. يليق تعطيها له بضحكه، يليق يفهم باللي البو راه مجرد كرسي يتعلم فيه عادي. خليه يجرب يجلس عليه وهو لابس ليكوش ولا سروال، ولا غير علميه. خليه يحط الدميه تاعه فوق البو، ولا عندك هذه الدميه راها عندك راهي تتعلم، انت تاني خاصك تتعلم كيفها. هادو الامور البسيطه غادي تقلع على الخوف من البو، سورتو اذا كان الطفل تاعك يخاف. كنتي عاد ما شريتي لاش البو، خليه يعاونك في الشكل، في الشخصيات الكرتونيه. كاين بزاف انواع تاع البو راهم ينباعوا. اذا شتي باللي باش يتقبلك الفكره بالخف، خليه يشاركك، وقولها نشريه لك تديه معاك ومنه باش يتقبله. اعطيه حتى الملكيه، بيني له بلي هذا هي الملكيه تاعه، ما كان حتى واحد يدي له، هذا تاع الطفل تاعك. هنا باش يحس باللي راه خير معك هذاك الشيء، ويحس روحه بالاستقلاليه بالملكيه تاعه. اما بالنسبه للمرحله المهمه اللي نشوفها مهمه في هذا السوجي تاعنا، مرحله التجريب. غادي تبدي تجربي دوكا هنا باش تبداي المغامره الحقيقيه، خاطرش مغامره لكل ام تتخوف، هذه مغامره. عندك حاجه الاولى في اليوم الاول، نحي لها الحفاضه مع الصباح مع كلمه ايجابيه. راه قلع ليك واش راك كبير، راح نجربوا ندخلوا في البو. ديجا راكي عرفتي له هو البو، ديجا راكي عرفتي له في اليوتيوب، عرفتي له في هو الشكل تاعه. هنا كي ديري التجربه الاولى قولي له غادي نجربوا ندخلوا في البو، دخليه كل هكا 45 دقيقه حتى الساعه. هنا جمعيه في داك البو، قولي له دير بيبي، دير هذا نديرو فيه بيبي، نديرو فيه كاكا، خليه يسيي. هنا راكي غادي تعرفيه له كل ساعه غادي تلتهي له، ديري له يامات ليه هو للتجريب فقط. قادري تستعملي منبه، ولا كي نسمعوا داك المنبه غادي نروحوا نديرو في البو. واذا دار في البو اول مره دار بيبي ولا داك، هنا يليق تبيني له باللي راكي محتفله به، ولا يا ولدي ولا كبير غني له، صفقي له، بيني له باللي هذا نجاح راك دير فيه، حتى انت نجاح ليك. اما المرحله الثانيه الملابس تخليها مناسبه باش تساعدك. هنا السروال لازم يكون سهل النزع، ما تكونيش ديرت له معقده ولا بالازرار ولا الحزام، ولا ما تلبسيهش بزاف طبقات. هنا باش يسهل عليك الوقت اللي يحس فيه في حاجه زعما بالحاجه. شوفي علاه حنا نشوفوا الوقت المناسب هو الصيف والحموان، وديجا البديه هذه تاع خاطرش كاع الولد تاعك ولا يشمخ روحه، ولا ما غاديش تكوني لبساتها بزاف اللي غادي تسهل تصعب لك المهمه. هنايا ديري له حاجه خفيفه باش ما تنغبنيش انتي. اذا دار بيبي في البوتاني قادره تكافئيه بحاجه يبغيها، كشفاكيه يبغيها، ياغورت، حاجه اللي هو يفضلها في الاكل، ولا ديري له ميكي اللي يحبه، ولا اي حاجه كافئيه بيها، سورتو في البديه. والاخطاء اللي ما تسرعيش فيها هي تاع اذا ما دارهاش اليوم ولا دارها على روحه، ولا عاود ولا ما دارش النصائح تاعك، تروحي تتسرعي تعاودي تردي له الحفاضه، هذا خطأ. انا على بها قلت لك الوقت المناسب. شوفي الوقت اللي تكوني انت مرتاحه في الدار، تكوني قادره كما نقولوا على ولدك ولا بنتك. الاستمراريه اهم حاجه، انا نشوف الاستمراريه ما تكرهيش، هذيك هي الحاجه الاهم. الطفل محتاج يخطأ باش يتعلم، ما غاديش من الخطره الاولى. كاين اللي ينجحوا من الخطره الاولى، وكاين اللي ما ينجحوش من الخطره الاولى. قادر الولد تاعك ولا البنت قادر ينجح في هذه المهمة، ولكن قادر يكون كاين تراجع بعد النجاح، عادي جدا. حتى شهرين بعد النجاح الطفل يقدر يرجع يتبلل من جديد. هنا ما يعنيش انه ولدك ولا بنتك ماشي مليح ولا ماشي نورمال، ولا يحتاج زعما حاجة، يحتاج تعاودي تعزي له الثقة في النفس تاعه، تعاودي تشجعيه. المهم انك ما تفشليش، انك راكي في مرحله الصباح، والصباح راكي كملتي معاها. دوكا عندنا في الليل شويه صعيب. هنا في الليل قادر الطفل يكون نايم ما يقدرش يحس بالاحساس
تاع التبول ولا يستيقظ عليه، هنايا هذه قادرة. ولا المثانة تفرغ وحدها، خاصة إذا كان الطفل يشرب بزاف الماء قبل ما يرقد. هنا الخطوات اللي لازم ديريها. هنا قبل النوم خاصك تدخليه في البو يدير بيبي ولا يدير، حتى لو ما قالكش لازم هذه اوبليجي، سورتو في البدايه. ولادنا راهم كبار ورانا ندخلوهم تواليت قبل ما يرقدوا. هذه باش تتجنبي. هنا تاني خفي السوائل بعد المغرب. صاي بعد المغرب فبديت تخفي له، خاصة الحليب ولا الماء بزاف. هنا بيك اذا كان الولد تاعك صاي بديتي تقلعي له الحفاضه في الليل، ديري له هذاك الاوس اونتي فويت، هذاك اللي يديروهم للماطله تاعهم في الماطله باش ما يتبللش وما يعطيكش مجهود اكثر وتكرهي. غادي كي يدير بيبي في الليل ولا غادي ما يلحقش للماطله، تما غير تغسلي غير هذاك الانتي فويت، هذاك الغلاف السرير هذاك المضاد للماء من الفوق وصاي. هنا حاجه تانية اللي ننصحك بها، الحاجه اللي راها طبيعيه في ولدك انه تشوفي فيه طبيعي، ما تقلقيش عليه كاع. شتيه يدير بيبي في الليل ولا يدير على روحه، ما تقلقيش. كاين اللي حتى 6 سنوات هنا باش يبدو يدوهم للطبيب. طبيب زعما حاجه عاديه. كاين طفل قلت لك، كاين طفل اللي يطول وكاين طفل اللي من نهار الاول يقلع الحفاضه. حاجه اللي ننصحك بها انك كي تديري التحدي، كيما نقولوا خلي صوتك دائما دافئ للطفل تاعك، ما تخليش ديك الزكا وهذاك، خاطرش ما غادي يجيب حتى نتيجه. هنا حتى تتعبي وراك ديري في راسك بلي غادي ديري تحدي شاهي اللي يقلك تضايقي فيه تتعبي فيه. هذه هي باش الولد تاعك ينجح. الحاجه اللي ما ننصحكش بها هي الضرب والمقارنه. هنا ما يليقش تقارنين ولدك بولد خالته بجوارينك باللي يقروا معاه هنا جامي لا تقارني ولدك، خاطرش المقارنه تدمر الثقه في ولد، ثقته في نفسه. هنا خليه يحس بالمسؤوليه. كيفاش تخليه يحس؟ ينظف معاك كيما كيبلل اللي يدير بيبي على روحه ولا يقول له نظف معايا بطريقه هادئه. اعطيه هنا كاش فوطه يقول له امسح، خليه عاوني. هنا باش يعرف بالخطا تاعه، باش خاطر الجايه يصلح. يقول راهو ساعديه. وتاني كاين الشراكه ما بينه وبين الاب هنا يقدر يشجع الولد تاعه ولا يكافئه. هنا كيشوف الطفل الدعم من الطرفين، هنا يحس بالامان ويتشجع اكثر. وهذه المرحله على بالي بلي صعبه على كل ام، وفي المنزل غادي تجيها صعيبه، وكل ام كيفاش تمر بهذه التجربه. انا نقول لك بلي طبقي هذو النصائح وراح ان شاء الله تنجحي فيهم. واذا حبيتوا تكمله لهذا الموضوع كتبوا لي في التعليقات وراح نكمل لكم ان شاء الله موضوع بطرق فعاله اخرى وفعاله.